اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. تعالوا كده قضوا معايا اليوم النهاردة. هوريكم عملت فطار ايه. انا تقريبا يعني اليومين دول ما بصورش معاكم غير اكله، بس مفيش حاجه تانية اصورها بصراحه. يعني مش بعمل روتين في البيت اصلا، لان البيت نضيف، فيدوب بس انا بعمل بالمكنسه وخلاص، مش اكتر من كده. بس البيت طول الوقت نضيف يعني، واكيد بقى مش هقعد كل يوم اغسل معاكم المواعين، فاكيد هتملوا وتزهقوا. فالطبخات اللي انا بعملها بوريها لكم، يعني اللي هي الاكل اللي على قدي ده. فتعالوا كده معايا هوريكم بقى انا هعمل ايه النهارده. انا كنت هعمل فراخ بالخضار، صينيه فراخ بالخضار، خضار مشكل ورز مدسوس. احنا بنحب ناكلها الرز المعمر يعني. ممكن تعملي معاها رز بشعرية، تبقى برضو حلوة قوي، بس احنا دايما بنحبها بالرز المعمر اللي هو الرز المدسوس، عشان ممكن ناس ما تفهمش كلمة رز مدسوس، فخلاص اقول رز معمر. ماشي، اللي هو الرز بنحط عليه لبن يعني وبندخله الفرن. إيه انا اول حاجة عملتها قلت هعمل الرز الاول. انا كان عندي عصير فما عملت عرق سوس بس، لان هو اللي انا بعمله يوميا يعني مش بيبات، فبعمله جديد يوميا. بس كان عندي بقى سوبيا وعندي جوافة وكده فما عملتش بقى. كان عندي برضو خشاف فما عملتش. ابتديت الاول ان انا هعمل الرز. انا وريتكم الاول الفراخ والخضار المشكل والحاجات اللي انا هعمل بيها، يعني هتشوفوا بقى دلوقتي معايا. انا برضو مش مسرعة الفيديو، انا ماشية معاكم ايه خطوة خطوة. هو الفيديو مش طويل يعني، ماشيه معاكم خطوه خطوه كده بالراحه، لان انا لو سرعته حاسه ان هو هيبقى هو كله على بعضه 24 دقيقه. فانا لو سرعته اصلا يعني مش هيكمل هيبقى 3 دقايق مثلا، فحس ان انا يعني ممكن الناس بتتفرج ما تحبش كده يعني. فانا سايباه معاكم، يعني سبته اللي هو زي ما انا صورته. ابتديت الاول بالرز. انا بعمل في البرام الصغير ده على قدنا كوبايتين. اه أهو. انا غسلت الرز كويس وحطيته، هو مكانش فيه حاجة ونضيف يعني. بحط عليه دي قشطة، اللي انا لما بجيب لبن وبغليه القشطة بشيلها في الفريزر، اي قشطة بقى يعني بحوشها في الفريزر في علب كده زي اللي انتوا شفتوها دي. بحطها وبسيبها في الفريزر. باجي اعمل بقى رز مدسوس او انا محتاجاها في اي حاجة بطلعها تفك. حاجة بسيطة خالص، هي بتفك بسرعة مش بتجيب بصراحة. حطيت معلقه قشطه على الرز اهو، واحط معلقه سمنه. انا بحط السمنه والقشطه مع بعض، مش بستنى لحد ما الرز يتشرب وبحط السمنه، لا انا بحط السمنه والقشطه وبقلب الرز كويس جدا، وهحط الملح كمان اهو. وبقعد بقى اقلب الرز كويس عشان يبقى ممتزج قوي بالسمنه والقشطه، بيطلع ما شاء الله ممتاز بجد. ماشي اهو. هقلبه بقى كويس. انا بقلبه كتير عشان يعني القشطه بتبقى مكتله في اماكن كده، فانا ببقى بفردها بقى هي والسمنه كويس عشان الرز يعني يشربها كلها. واللبن كنت مجهزاه هما كوبايتين، انا عملت بصوابعي كده يعني بقول ان هما كوبايتين. الكوبايتين اللبن محطوطين هنا على كوبايتين الرز. انا بحط كوبايتين لبن كوبايتين رز، بيبقى المقدار مظبوط يعني. بس خلاص كده بقى سيبه. انا سبته بس ايه، سبته تقريبا ربع ساعة او نص ساعة.
قلت على ما خلاص كان لسه بدري يعني على الفطار، فقلت مش لازم ان انا ادخله الفرن دلوقتي يعني. فسبته شويه كده ايه، يتنقع في اللبن، وقمت جايه مدخله الفرن على طول، ما خدش سوا خالص يعني ما غابش. بصوا، انا هنا بقى جبت بصوا الفراخ اهي، وجبت الحاجه اللي انا هحطها على الفراخ والخضار. دي هضربها في الكبه دلوقتي قدامكم: طماطمايه، فلفلايه، البصل عندي صغنن قوي فبعمل بصلتين. هو باين في الكاميرا كبير بس هو صغنون قوي، بصل صغنون قوي. هعمل بقى بصلتين بقشرهم، وبجيب الكبة وبضرب الحاجات دي مع بعض: طماطم وفلفل وبصل. وهتشوفوا برضو دلوقتي الحاجات التانية اللي انا هحطها معاكم واحدة واحدة خالص. بس بجد يعني اطعم تتبيلة هتتبلي بيها الخضار والفراخ. اه بصوا بقى انا جايبة ايه. دي كبابة صيني، كبابة واحدة بس، وحبة هنايا، وورقة لورا، بس كده. وزودت حاجة في الاخر خالص. انا عندي بهارات فراخ، بس هي يعني لما بحطها ممكن احطها للفراخ المشوية مش اكتر من كده. فانا قلت اما اجربها معايا اشوف هتبقى حلوة ولا لا، هتشوفوها في الاخر. دلوقتي بقى حطيت، انا كنت بوريكم ده ايه، ده عود قرفة بس ما حطيتهوش طبعا، ده يعني كتير قوي. حطيت بصوا حتت كانت صغيرة اهي، بصوا دي حتت صغيرة خالص كانت متبقية من قطع كبيرة يعني. فحطيت قطعتين مش اكتر من كده منهم كمان، يعني ما حطيتش كل القطع الصغيرة دي، حطيت قطعتين بس. القرفة دي بجد بتخلي بتبقى جميلة قوي، وما بتخليش ريحة زفارة نهائي، استحالة تلاقي ريحة زفارة. وبتعمل نكهة حلوة، بس مش بيبقى ليها اللي هي طعم قرفة، مش بتلاقي طعم القرفة في الأكل، لا مش كده خالص. هي بتدي نكهة بس كده. ومش بتمنع زفارة الفراخ تماما. هي عامة القرفة دي بتمنع الزفارة خالص. في ناس اصلا وهي بتنقع الفراخ او البانيه او الشيش طاووق او اي حاجة من الحاجات دي بتحط في المية بتاعتها عيدان قرفة. بصوا ضربت الاول الطماطم والفلفل والبصل، وقمت جايه حاطه بقى في الاخر اللورة والحبهانية والكبابة الصيني والحته الصغيره قوي اللي هي من عود القرفه دي. ودي شطه مفرومه عادي عشان تشطشط الاكل يعني، بس مش ياما برضو، هي ما شطشطتوش قوي يعني، حاجه بسيطه كده. دي شطه مفرومه انا بفرمها وبحطها في الفريزر تبقى عندي جاهزه. احط بقى ملح، وبحط يعني نطرة فلفل بسيطة قوي، الفلفل برضو عشان الزفارة يعني، بس مش اكتر من كده. بضربها بقى كويس قوي. بصوا الخلطة دي بجد بتخلي طعم الفراخ والخضار حلو قوي 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 بجد. انا ما شفتش الفيديو ده في حتة بصراحة، انا اللي مخترعة يعني الحاجة دي. من اول ما اتجوزت كنت عملتها مرة كده كده، ومن يوميها وانا بعملها بقى. بصوا ده بقى اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي توابل الفراخ. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بحط توابل ولا بهارات، بس انا قلت لما اجرب التوابل دي على اول مره اجربها عليها، وحتى خدت منها معلقه صغيره، ما فيش نص المعلقه الصغيره كمان عشان كنت خايفه يعني. بس هي ما زودت لهاش طعم وما اضافت لهاش حاجه ولا يعني ما حسيتش ان هي عملت لها اضافه وحشه بصراحه يعني، عادي. انا ما حسيتش بطعمها اصلا، ممكن بقى عشان انا خدت معلقه صغيره، بس عشان انا بخاف ان طعم التوابل والحاجه دي يغيروا الطعم الاساسي اللي انا عاوزاه. جبت الفراخ اهو. انا بس لو في حته بقطعها يعني بفتحها كده،
بالسكينة. وهاخد نص التتبيلة دي، هتبل بها الفراخ كويس قوي، هدعك الفراخ بقى. بصوا فوق الجلد وتحت الجلد وكل حتة في قطع الفراخ هتبلها. وما نقعتهاش والله، هي دخلت الفرن على طول، بس طلعت شاربة من التتبيلة جدا يعني. انا بحب قوي احط التتبيله دي لل... للخضار، لما بعمل صينيه خضار بالفراخ او صينيه خضار باللحمه. بس في صينيه خضار باللحمه، برضو صينيه خضار باللحمه بعمل لها التتبيله دي. لكن لو بعمل صينيه بطاطس بس، بحط بصل بس. هتلاقوني بحط بصل بس، بصل وملح وفلفل. لو صينيه بطاطس باللحمه او صينيه بطاطس بالفراخ، بحط بصل بس، مش اكتر من كده. لكن دي بقى الخضار بحط لها بقى زي ما قلت لكم تاني اهو: طماطم، طماطمايه، قرن فلفل، بصلايه، حبهانيه، ورقه لورا، كبابه صيني، قطعه صغيره قوي من القرفه. اهو بصوا دعكت الفراخ كويس بقى من كل الجوانب، ومن فوق الجلد وتحت الجلد وكل حته، دعكتها كويس جدا. هسيبها بقى على الخضار. انا بس ما عملتش حاجه، الخضار كله جاهز عندي متفرز. هي بس البطاطستين دول انا قشرتهم وخرطتهم، مش اكتر. انا حتى عملت في نفس ال البوله دي، اللي انا اصلا هي دي بتاعه الرز، اصلا دي مصفة الرز. عملت فيها الفراخ وعم هقطع فيها الخضار دلوقتي برضو. قلت يا فيها كده كده التتبيله. انا نقلت الفراخ في طبق، ودي عشان يعني العمق بتاعها يعني احط فيها الخضار. هحط بقى، بص قطعت البطاطس مكعبات صغننة كده، وهحط عليها الخضار بقى: جزر وبسلة وفاصوليا خضراء وكوسة. بجيبهم بقى انا وبفرزهم يعني، بجيبهم بغسلهم كويس وبقطعهم وبحطهم في اكياس وبحطهم في الفريزر. بينفعوني بصراحة في اي حاجة بقى، في اي حاجة انا عايزاها بينفعوني. الحاجة بصراحة لما بتبقى موجودة عندي في الفريزر بتنفعني، بتوفر عليا المجهود، بتوفر عليا نزول السوق، ان انا يعني انزل اجيب او جوزي يروح يجيب. لا بتوفر كتير، خاصة ان في حاجات اوقات كده ما بتلاقيهاش اصلا، متبقاش موجودة. تقريبا مش بيبقى التوقيت بتاعها، يعني مش بيبقى الموسم بتاعها. حطيت البطاطس والبسلة جاهزة، واحط الجزر والفاصوليا الخضراء والكوسة. احنا بنحب الخضار المشكل، حلو ومغذي بصراحة. انا كنت بروح انا مش عارفه انا كنت بروح ناحيه الحوض ليه، بس كنت انا هروح دلوقتي بقى ناحيه الحوض كتير، عشان افك التجميد بتاعهم، لان انا وانا بطلعهم عليهم تلج، فانا عايزه اشيل التلج ده، فكنت بحطهم تحت الحنفيه التلج ينزل واحطهم بقى. قلت يعني بدل ما احطها بالتلج كده يعني، هي فيها تلج، لان انا مش مطلعاها من بالليل ولا من بدري. انا طلعتها وقت الاكل على طول، عشان ما تتبلش كده الخضار، ما يتبلش ويبقى مش لطيف يعني. بروح للحوض افك التلج بس وارجع احطها. الخضار المشكل ده بجد حلو قوي ومفيد قوي، خاصة لو عندك اطفال يعني زي سن طفلي كده، هو عنده 3 سنين. حلو قوي ومفيد جدا، خاصة ان هما مش بياكلوا حاجة. يعني لو هو قابل منك اكل او كده، فده مفيد ومغذي ليه جدا بجد، بيفيدهم قوي خاصة بقى ان انتي حاطاله كل انواع الخضار يعني. يعني هو لو كل الخضار بس وما كلش حتى من اللحمة او الفراخ، فهو برضو ده غذا، يعني غذا كويس ليه برضو. بصوا كنت بروح ناحية الحوض، بس كنت بفك التلج ده وارجع احطه على طول. ساعة ما بينزل تحت الحنفية خلاص بيفك على طول.
انا مش مسرعه الفيديو بقى، انا مبطئاه، انا سايباه زي ما هو عشان اعرف اتكلم معاكم براحتي يعني. وهو هيبقى سريع، هيبقى سريع قوي يعني. هو الفيديو كله متصور 24 دقيقة اصلا، فانا لما جي اسرعه يعني في المونتاج فهيبقى في الاخر اخره 3 دقايق مش اكتر من كده، هيبقى صغير قوي ومش مفهوم يعني. دي كانت اخر حاجة بقى، كانت الكوسة. جبتها وبس، انا كنت حطيتها في طبق عشان ما كنتش عارفه ارجع بيها بقى بايديا عشان ما ابلش الدنيا. حطيتهم هم كلهم مع بعض، وهحط بقى برضو هتبلهم بالتتبيله دي، برضو نفس التتبيله برضو. بدعكها كويس اهو، هدعكها كويس برضو بيها عشان يبقى الخضار اتبل والفراخ اتبلت. انا بالنسبه لي التتبيله دي كانت مناسبه جدا للكميه بتاعت. طبعا لو انتي بتعملي كميات اكبر بتعملي بقى برضو يعني التتبيله تبقى اكتر يعني من كده، هو حسب الكميه اللي انتي بتعمليها. بس بجد والله كانت حلوه جدا ما شاء الله، إيه، ومغذيه وجميله وطلعت مظبوطه قوي. النكهه بتاعتها طلعت مظبوطه، الملح مظبوط، وحتى الحاجات مقدارها كان مظبوط، مفيش حاجه زياده. خلاص انا كده تبلتها. بحطها بقى انا بدأها، بص هحطها بقى في كيس حراري وادخلها. طبعا مش بتاخد وقت خالص، ساعة واحدة واقل من ساعة كمان بتكون هي الخضار والفراخ بيكونوا استووا جدا. السوا بتاعهم بيبقى جميل، بيبقى ممتاز بجد. هحط بقى الخضار طبعا لو انتي ما عندكيش اكياس حراري عادي خالص مفيش اي مشكله. حطي في القاع بتاع الصينيه ورق زبده، وحطي الخضار والفراخ، وحطي فوق ورق فويل عادي مفيش اي مشكله. ولو يا حبيبتي ما عندكيش ولا ورق فويل ولا ورق زبده برضو ما تعقديش نفسك، حطيهم في القاع على طول في الصينيه زي ما هي كده، بس زودي معاهم نص كوبايه ميه يعني عشان هما هيجيبوا على ما ينزلوا ميتهم، فيسرع معاكي نص كوبايه الميه دي تسرع معاكي في السوا. بس يعني كل حاجه ليها بديل. مفيش كيس حراري عادي خالص نعمل بورق زبده وفويل. مفيش ورق زبده ومفيش فويل عادي خالص، في الصينيه دايركت مباشر كده، وحطي عليها نص كوبايه ميه. ولو عندك غطا غطيها، ما عندكيش غطا ما تغطيهاش عادي، هتستوي منك برضو في الفرن. عشان في ناس بتخاف من سوى الفرن، لو خايفة من سوى الفرن سويها على البوتاجاز الأول وهي بالصينية الفراخ والخضار، وبعدين دخليها الفرن تاخد وش عادي خالص مفيش اي مشكلة. في الاخر شفتي الكذا يعني في كذا اختيار اهم هيطلعوا لك نفس النتيجة في الاخر، والله صدقيني لان انا جربتهم كلهم. انا حطيت الخضار خلاص. انا بقى بحشي مش بحشي يعني، بحط في الفرخة في كل قطعة قطعة زبدة. بصوا قطعة الزبدة دي بجد بتخلي الفراخ وهمية بجد. في ناس اصلا بتعمل الفراخ بس بالزبدة يعني، انا شفت فيديو كذا فيديو قبل كده ناس بتعمل الفراخ بالزبدة و بالزبدة والزعتر، بس بجد حلوة قوي. لو انا جربت الطريقة دي هبقى اعملها معاكم واوريها لكم، حلوة قوي. الزبدة بتخلي طعم اللحمة بتاعت الفراخ بجد جميلة قوي قوي، وبتحمرها بقى كده وبتخليها تحفة. حطيت بقى واحدة ليهم كلهم يعني، على فكرة القطعة دي صغيرة مش كبيرة، قطع صغيرة كلها. حطيت كده في الفتحات بتاعت القطع يعني كل قطعة حطيت فيها قطعة صغيرة زبدة، وبعدين سقطت واحدة عشان تبقى للخضار عشان ما يبقاش ناشف كده لا الزبدة بقى بتخليه جوسي وبيحمر حلو جدا. وهتيجي تاكلي على فكرة لما تطلع من الفرن مش هتلاقي فيها سمنة ولا حاجة، انت هتشوفيها في اخر الفيديو خالص وهي متحمرة قدامك، مش هتلاقي بقى مليانة زيوت وكده، لا هتلاقيها ناشفة تماما.
هي بتخليها جوسي بس بتخليها طرية كده، بتبقى حلوة قوي ما شاء الله. يعني اللي لو حد شاف الفيديو بتاعي وفكر يجرب طريقتي، ياريت يقولي يعني اذا كانت عجبته ولا لا. وبألف هنا يا رب الكل اللي ممكن يجرب وياكل. اه هنا البتاع الورق الاكياس الحراري دي بيدونا، بيبقى معاها كده زي سلكة كده صغيرة، فانا كنت بفك الورقة بتاعتها وهربطها بقى كويس معاك اهو. في ناس بتربط الكيس على طول وما بتحطش اصلا السلكة دي عادي يعني. يعني ممكن تربطيها من فوق، تربطي الكيس من فوق، بس انا بحطها يعني هي بتبقى موجودة فانا بستخدمها. هحطها بقى، أه هربطه كويس، بلفه حواليها كده بيتقفل. وهجيب دبوس دلوقتي وهخرم الكيس بقى. اوعي الكيس الحراري تدخليه الفرن من غير ما تخرميه، هيتنفخ وهيقوم جاي مفرقع. لازم يبقى فيه خرام عشان ما يفرقعش. وهتشوفوا برضو معايا انا هوريكم وهو في الفرن وطالع هيبقى يعني منفوخ، بس مش ما فرقعش ولا حاجة. ليه؟ لان فيه خرام. وبعدين خرميه اكتر من خرم، اكتر من خرم. في ناس بتجيب السكينة وتقوم جاية قطع حتة منه كده، بس انا بخرمه يعني عشان بقول مثلا ساعات الحتة دي بتخونك، لو انتي عملتها بالسكينة بتخونك، بيقوم الكيس مفتوح خالص. خرميه كذا خرم بالدبوس عادي بتاع الطرحة، بتاع الطرحة. وخرميها بقى، اقعدي خرمي كذا خرم كذا خرم كده، عشان بس لما تدخل الفرن تضمني ان الكيس ما يفرقعش جوه. لما ما هو مع الحرارة بيزيد وبيتنفخ طبعا، تضمني ان هو ما يفرقعش في الفرن. اهو خلاص كده دخلته الفرن بقى كده، وولعت عليه وسبته. بصوا براحته خالص. هنا بقى كان خلاص يعني هي كانت استوت اصلا. بصوا منفوخ ازاي، الكيس منفوخ خالص اهو. بس ما فرقعش يعني عشان في خرام طبعا. انا بقى بقصه، بصوا المية قد ايه، جابت الخضار، جاب المية والفراخ نزلت ميتها وكده. انا بقى قصيتها عشان المية دي انا عايزاها تنشف، فعشان تنشف هتاخد وقت طويل. فانا بقوم جاية قصاها، واقوم جاية عشان ما يتهراش يعني. فاهمين؟ يعني كده اضمن لي بدل ما يتهرى. هقصه هنزله في الصينية كده كده. انا كده في الاخر اصلا كده كده بقصه يعني عشان ناكل. فانا هقص اهو، ينزلوا بقى في الصينيه، الميه تنشف والفراخ يعني فضلها حاجه بسيطه في التحمير، حاجه بسيطه قوي كمان. مفيش يعني، انت لما تنزل دلوقتي الفراخ هتلاقيها من فوق برضو بدأت خلاص انها تتحمر، حتى الخضار برضو بدأ ان هو ياخد لون. بس انا عايزه الميه دي تنشف من غير ما الخضار يتهري، عشان البطاطس وكده انتوا عارفين الخضار السوا بتاعه بسيط قوي. انا كنت بفتح بالراحه خالص عشان ما هريش الخضار، وانا بفتح طبعا بالمقص خايفه ان انا كل ما اتكي ههري الخضار. فانا كنت محافظه على سلامه الخضار تماما يعني. اهو بصوا الكيس اتفتح والفراخ بصوا نزلت والخضار حلو جدا ما شاء الله. الكيس ده حلو وبيسوي الحاجة سوا ممتاز. اهو بصوا كانت خلاص الفراخ بدأت تحمر اصلا. دخلتها الفرن تاني بقى عشان بس المية دي تنشف، وخدت لون بسيط كده، خدت لون حلو يعني. هتشوفوا اخر بقى في الاخر خالص، بس الموبايل بتاعي كان فاصل شحن، فانا صورت صورة عشوائية بصراحة. جبته في الاخر صورت صورة عشوائية عشان هو كان فاصل شحن وكان عايز يتشحن. ده الرز كان خلاص، انا هوريهولكوا اهو. ده الرز وخلاص كان استوي. هتشوفوا بقى في الاخر الفراخ بعد ما استوت وخدت لون بقى خلاص، كانت خدت لون. آم، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.